السلام عليكم متتبعيني الأوفياء، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم لميا شانيل. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، ولقاكم إن شاء الله في أحسن الأحوال. فيديو جديد، أخبار جديدة. الخبر ديالي معكم على المزروعي، الزوج ديال اليوتيوبرز المغربية ميزا فلوغ. ففي هذا الفيديو كيشرح الحقيقة ديال الطلاق بينه وبين ميزا فلوغ، فنخليكم تعرفوا معايا على تفاصيل الفيديو. نو 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 نو، لا تسمعون للإشاعات. مليون مرة قلنا لكم لا تسمعون للإشاعات. واه واه واه، ناري ناري على الصهد، صهد بزاف حرارة يموت الكحلة. جايين السوق الصيني لما يخلص بعض الأشياء زين، وناخذ أشياء حق البيت بالطابق اللي فوق إن شاء الله. اليوم نحاول نخلص كل شيء إن شاء الله إذا الله راد. شو مشكلتي وياك مريم؟ مريم شو مشكلتي وياك؟ الله ينجينا من المشاكل، ما عندنا أي مشكلة الحمد لله، أمورنا طيبة والحمد لله، متعشين ومسات طالعين، ومن كم من يوم بعد طالعين ومتغدين ومتعشين ومتريقين، كل شيء برا الحمد لله على نعمة الله. ليش ما تضرون مع بعض؟ تراني أنا شرحت لكم ووضحت الأسباب إلى آخره، والناس فسرتها بشيء بطريقة ثانية، فسروا إنه نحن عندنا مشاكل، ما عندنا أي شيء. والله العظيم إن أنا أقول لكم ما في أي شيء. مريم في شيء؟ أي مريم عدالي في شيء؟ ما في شيء. هي احترمت القرار، هذا قرار يعني بالعكس من حقك. وخلاص يعني انا قلت عيب يعني ان انا اصور زوجتي واطلعها، هي تتصور تسير وتيجي، هذا بس ما في شيء يعني. سوي محترم يعني اصور انا ونحن انت بروحك عادي ما في شيء. الاولاد الحمد لله كلهم بخير، ومن اكبرهم من اصغرهم العيال كلهم بخير، بس للأسف يعني هذا القرار نحن أخذناها مع بعض، والصغارية ما بيطلعون في السوشيال ميديا، خير شر خلاص ما يطلعون. يعني نحن اوكي ريم حمدان مرات نبين من الخلف من الجنب وهذا، بس الكبار ما بيطلعون. يعني خلاص هذا قرارهم وقرارهم يحترم، يعني قرارنا كلنا نحن، وهم اللي ما يبون يطلعون بالمجال هذا في السوشيال ميديا. وحتى الصغار انا ومريم قلنا ما يطلعون احسن. السوشيال ميديا ما في رحمه والحمد لله على كل حال. بعد الصغارية عن الاشياء هاي احسن، نبعدهم عن المجال هذا احسن شيء سويناه. ونحن كذلك توحشناكم، وصراحة مشكورين على محبتكم وعلى تقديركم لنا وإلى آخره. ونحن صراحة كسبنا عائلة ثانية من خلال السوشيال ميديا، انتوا عائلتنا الثانية، والحمد لله على محبة الناس. والسؤال إذا جايين المغرب إن شاء الله إذا الله راد الصيف هذا بنكون عندكم إن شاء الله. بخصوص النظام يونيميت، النظام أو البرنامج هذا فعال فعال فعال. فإذا كنتوا تتابعوني من قبل وكنتوا ماشيين معاي، كنت أصور لكم كل شيء، وزني قبل ووزني بعد. أنا استمريت على هالبرنامج تقريبا من 3-4 شهور، 4 شهور يمكن، لا هي أكثر عن 3 شهور، 4 شهور كملت عليه. للأسف الحين وقفت شهر ونص تقريبا، شهرين الحين موقف. فالحين أراد مرة ثانية بطلبه، حسب اني ابى استمر عليه، وابى حتى حق يوم بسافر المغرب حسب اشربه هناك في المغرب، حسب اروم اكل على راحتي واكيف على راحتي في المغرب، اكل بدون ما اتلوم ولا انلم، والحمد لله. بس البرنامج فعال.